واحد النهار في يامات فصل الربيع الزوينة تفتحات واحد الوردة حمراء وخرجات وريقاتها الخضرين وزهرات في وسط الغابة. كانت زوينة بزاف، أحسن من كاع الوردات اللي حداها. وهي تقول لها واحد الشجرة تاع الصنوبر كانت قريبة لها: واو شحال زوينة، كنتمنى نكون بحالك. وهي تجاوبها واحد الشجرة أخرى قالت لها: بلا ما تقلق يا صاحبتي، حنا راه ما يمكنش يكون عندنا كل شيء. وبدات ديك الورده كتشوف حداها وهي تكتشف انها هي اجمل ورده كاينه تما في ديك الغابه، وفرحت بزاف وهي تقول: واو انا احسن ورده في هذه الغابه. ويسمعها نور الشمس ويهز راسو وهو غضبان ويقول لها: علاش كتقولي هكذا؟ في هذه الغابه كاينين بزاف ديال الورود اللي زوينه، انتيا غير وحده منهم. جاوبتها الوردة الحمراء: شوفي كل شيء كيشوف فيا بإعجاب، شوفي كيف عجبتهم كاملين. وهي تبلى واحد الشجرة ديال الصبار وهي تقول: شوفي ديك الشجرة شحال خايبة عامرة بالشوك. ومن سمعتها شجرة الصنوبر ما عجبهاش الحال وهي تقول لها: علاش كتهضري بحال هكا؟ راه حشومه نقولوا بحال هكذا، واصلا كل واحد فينا وفين عنده الجمال ديالو، وراه حتى انتي عندك الشوك ما تنسايش. وهي تشوف فيها الوردة الحمراء المغرورة وهي غضبانة وجاوبتها: كان كيسحب ليا واش عندك الذوق، ولكن تيبان ليا ما كتعرفيش شنو هو الجمال. كيفاش قدرتي تقارني بين الشوك ديالي اللي زوين والشوك ديال هاد الشجرة الصبار الخايبة؟ كاع الشجيرات اللي في الغابة ما عجبهمش التصرف ديال الوردة الحمراء المغرورة، وبداو تيهضروا بيناتهم وكيقولوا: ناري على وردة شحال مغرورة. وبدات كتحاول الوردة الحمراء باش تبدل بلاصتها من حدا شجرة الصبار، ولكن ما قدراتش تحرك. ودازوا الايام وكانت الوردة الحمراء المغرورة ديما كتقول هضره ما زويناش لشجرة الصبار، وديما كتقول لها انك ما فيك حتى شي نفع، نايضه غير هكذاك وكون غير ما كنتيش حدايا. ولكن شجرة الصبار ما كانتش كتتاف الكلام ديالها وما كانش تيأثر فيها بزاف، وكانت ديما كتنصحها وكتقول لها: خاصك تعرفي الوردة باللي اي حاجه خلقها الله في هذه الحياه الا وعندها واحد الدور مهم بزاف. ما خاصكيش باقي تحتقري الناس، حيت الا ما كنتيش اليوم كتعرفي الدور ديال الحاجه والحكمه علاش الله خلقها، غدا غادي تعرفي. دازت الايام ومشى فصل الربيع وبدا الجو تيسخن، وبدا فصل الصيف كيطل بشوي بشوي. ولات الحياه صعيبه في الغابه، ما بقاتش الشتا كطيح باش تسقي النباتات، وبدات الورده الحمراء كتدبل وورقها بداو تيمرضوا وما بقاتش في الجمال ديالها كيف كانت قبل. وواحد النهار سخن الحال بزاف وهي تشوف الورده الحمراء الطيور كيجيو كيشربوا من الراس ديال شجره الصبار، وتعجبات من هذا الامر. وهي تسول شجره الصنوبر قالت لها شنو كانوا كيديروا الطيور فوق الراس ديال شجره الصبار، وهي تشرح ليها بلي الطيور كانوا كيجيو باش يشربوا من عند شجره الصبار. وهي تعاود تسولها واش هذوك الثقوب اللي كيخليو لها في راسها ما كيضروهاش، وهي تجاوبها شجره الصبار: كيضروها، ولكن هي ظريفه بزاف، ما تقدرش تخلي الطيور يموتوا بالعطش وكتصبر ليهم. تصدمات الورده الحمراء وهي تقول: واش الصبار فيه الماء؟ قالت لها شجره الصنوبر: ايه، وتقدري تطلبي منه باش يعطيك تشربي. حشمات في الاول الشجره الحمراء وترددات بزاف باش تطلب الماء من عند الصبار، ولكن في النهايه تقهرات وما قدراتش باقي على العطش، وهي تطلب منه باش يعاونها. ووافقت شجره الصبار وبدات كترش عليها بالماء وكتسقيها، ورجع اللون ديالها حمر كيف كان في الاول. وشكراتها بزاف واعتذرت ليها على كاع داكشي اللي قالت ليها قبل، وعلى كاع داك الغرور اللي تصرفت به معهم. وقالت لهم انها تعلمت الدرس، وهذا الدرس عمرها ما غادي تنساه حياتها كامله. وهكذا تعلمت الوردة الحمراء انها ما باقيش تحكم على الاشخاص ولا المخلوقات فقط غير من الشكل ديالها،